مرحبا وألف تحية من أم الدنيا، أهم العواصم العربية وأكبر المدن الأفريقية. أهلا بكم في القاهرة. في هذه الحلقة نطلعكم على آثار وحكايات تحير البشرية منذ آلاف السنين من خلال قصص وحكايات مملوءة بالآثار. فعلى أرض مصر أماكن أثرية ساحرة شكلت علامات مضيئة تميز كل عصر، كتلك القصور والمتاحف التي شيدت لتكون تحف نادرة. فمن داخل متحف المركبات الملكية تدور حلقتنا اليوم من برنامج آثار وحكايات، فكونوا معنا. يعد متحف المركبات الملكية ببولاق واحدا من أعرق المتاحف النوعية على مستوى العالم، حيث هي خصيصا لعرض وحفظ التراث الثقافي الخاص بالمركبات الملكية التي ترجع لعصر أسرة محمد علي وكل ما يتعلق بها، كما يسلط الضوء على الاهتمام بتربية الخيول في هذه الآونة. ترجع فكرة إنشاء مبنى المتحف إلى عهد الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر، فهو أول من فكر في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، وقد تم تحويل المبنى إلى متحف تاريخي بعد انتهاء ثورة 1952 ميلادياً. يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر. أشهرها العربية المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها، وهي مهداة من الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869 ميلاديا. وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924. المتحف بنحب ان احنا نوضح القاعات الهامة بالمتحف او شرح مبسط لجميع القاعات اللي حضراتكم شفتوها. احنا المتحف انشأه الخديوي اسماعيل، وهو كان اسطبل للعربات الملكية بمناسبة قربه من القصر الملكي قصر عابدين، وكان القرب الآخر من النيل للتواجد وسهولة نقل المياه للخيل والبيطار. يعني البيطار اللي هو العيادات البيطارية اللي مسؤولة عن علاج الخيل. المتحف عبارة عن 7 قاعات. القاعة الأولى هي قاعة الأنتيخانة، هي كلمة تركية الأصل. الأنتيك اللي هي الأثر أو الحاجة القديمة، والخانة هو مكان الحفاظ عليها. فأول قاعة عرض عندنا هي قاعة الأنتيخانة، وفيها مجموعة من العربات الهامة جدا خاصة بالتدريب والنزهة بالنسبة للملوك والأمراء والأميرات وهم في سن صغير. كانوا بيتفسحوا بيها داخل القصور الملكية زي قصر عابدين، قصر المنتزه، راس التين، لأن كان في مساحات شاسعة من الحدائق والجناين جوه القصور. وكان في بعض العربيات منها خاصة بتدريبهم ان ازاي يسوق العربية وازاي يتحكم في الحصان. فاحنا هنشوف العربات واهميتها بالنسبة للأسرة العلوية. احدى العربات موجودة في القاعة الأولى هي قاعة الأنتيخانة. كان فيها الملك فاروق وهو والمربية المسؤولة عنه وهو طفل صغير بيتفسح داخل القصر. ننتقل بعد كده إلى قاعة الVIP، وهي قاعة مخصصة للصالون الخاص بمحمد علي في جلسة الحكم، ومكتب خاص بالخديوي إسماعيل كان في استراحة الهرم اللي هو إحدى الفنادق بالهرم حاليا.
وعليها بعض المقتنيات الخاصة بالخديوي إسماعيل والملك فؤاد والملك فاروق. هنلاحظ موجود على المكتب ان فيها تليفون افتتح بيه الملك فؤاد سنترال نازلي بشارع نازلي اللي هو سنترال رمسيس، شارع رمسيس حاليا. هو اول سنترال انشئ في مصر، كان 10,000 خط، وافتتح السنترال بالتليفون ده بداية البث يعني للخطوط التليفونية. التليفون ده موجود عندنا وعلى مكتب الخديوي إسماعيل، وفي بعض التماثيل الأصلية للملك فؤاد والخديوي إسماعيل، وبعض البورتريهات للأسرة العلوية من أول محمد علي حتى فاروق. بعدها بننتقل بعد كده إلى قاعة الاستقبال. قاعة الاستقبال حاليا بعد يعني بعض التطوير حصل فيها في الفترة الأخيرة، انضم لها هي فيها فاترينتين للعرض، فاترينة خاصة بالنياشين والبروشات الخاصة بالأميرات، وفاترينة تانية فيها بعض القطع المهداة للأسرة العلوية في المناسبات ما بين الملوك والأمراء اللي كانوا بيجوا مصر، وهم عارفين ان الأسرة العلوية كانت مهتمة بالخيول، ومن يعني حبها للخيول كانت بتعمل لوحات، وهنشوف برضو بعض اللوحات للخيول داخل القاعة. الباترينتين اللي أضيفوا للقاعة الاستقبال باترينة خاصة بها صينية مجوهرات، صينية ذهب مرصعة بالألماظ، والباترينة الأخرى بعض القطع الفنية النادرة من الذهب والألماظ والعقود النفيسة. وطبعا دي من المقتنيات الأسرة العلوية، وأخيرا ظهرت للنور يعني الحمد لله. دي من أهم القطع اللي موجودة، ومن أهم القطع اللي بتعجب بيها جدا السادة الزوار إن كان مصريين أو عرب أو أجانب. فالصينية دي موجود فيها العديد من قطع الألماظ، وهي مهداة من الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاحه قناة السويس. وننتقل بعد كده إلى قاعة المتغير، فيها قطعتين هامين جدا. القطعة الأولى هي مكتب الملك فاروق وهو في سن الإعدادي. المكتب ده من الجرانيت ومعمول على هيئة مكتب فرعوني، وحتى موجود على ظهر الكرسي الخاص بالملك فاروق خرطوش باسمه، خرطوش باللغة الهيروغليفية. وفيها الحاجة التانية برضو الحاجات المهمة، الكوشة اللي تم فيها زفاف الملك فاروق وحضر فيها افتتاح البرلمان. وننتقل بعد كده إلى القاعة الرابعة وهي قاعة الاحتفالات اللي احنا واقفين فيها حاليا. وزي ما احنا بنشوف كده معروض فيها عدد كبير من العربات، أكتر من 18 عربية اللي هي بيجرها الخيول، من كاريتات لعربية الكالش الخصوصي اللي كان صنعها الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس لاستقبال الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث. عربية مميزة جدا فيها اللي هي العربية الكالش الخصوصي، وصنعت خصيصا بمناسبة افتتاح قناة السويس، يعني من أهم شرايين الحياة، وتم تطويرها حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قناة السويس هي من أهم مصادر الدخل لمصر، وكان اهتمام الخديوي إسماعيل بيها وإن هو يدعو أمراء وملوك العالم كله عشان يشهدوا أهم ممر مائي صناعي على مستوى العالم. حضرت الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث، ولما جت أهدته حاجتين. أول حاجة اللي احنا وضحناها قبل كده اللي هي الصينية الذهب المرصعة، وتاني حاجة عربية اسمها الألاي الخصوصي، ودي هنشوفها في القاعة الأخرى. الميزة في العربية الكلش الخصوصي اللي عملها الخديوي إسماعيل أو صنعت خصيصا من الإمبراطورة أوجيني إن هي على هيئة مركب، والشاسيه بتاعها شاسيه من الجلد مش شاسيه خشب زي بقية العربات. ليه؟ إن احنا عملناها شكل المركب، وليه هي معمولة من شاسيه جلد؟ إن هي في الافتتاح كان بتجري في وسط صحراء للوصول إلى شط القناة، فكانت بتدي إحساس المركب وهو في البحر.
وطبعا فيها مجموعة عربات أخرى منها الكوبيه أميرات والقلاي العادة والنصف قلاي. وننتقل بعد كده إلى قاعة المناسبات. قاعة المناسبات هي فيها الماستر بيسز بتاع المتحف اللي هي العربية القلاي الخصوصي. وزي ما حضراتكم شايفينها كده، العربية القلاي الخصوصي دي من إهداءات الإمبراطورة أوجيني مع الصينية. وطبعا من المقابل أهداها الخديوي إسماعيل بعض الإهداءات، وكان طور في القاهرة التاريخية، عمل قصر لاستقبالها، قصر الجزيرة اللي هو إحدى الفنادق الشهيرة بالزمالك دلوقتي. وفي بعض الطرق تم رصفها زي طريق الهرم أو مهد في الأسفلت، وده كان من بداية الشوارع الممهدة بالأسفلت. وداخل القاعة الاستقبال هنلاقي إن فيها مجموعة عربات كانت خاصة بتنقلات السفراء والأمراء العرب والأجانب، وفيها بعض عربات خاصة بتنقلات الخدمة لداخل القصور. يعني في عربية خاصة بالعفش، دي اللي هي آخر عربية احنا شايفينها في القاعة لأن حجمها كبير جدا، وكان المقصود بيها العفش اللي هو الملابس أو الشنط الخاصة بالأسرة العلوية في تنقلاتهم من مدينة لمدينة. وفي عربية أخرى كانت مسؤولة عن عربة الخضار، ودي معمولة من جوه زي الكولمان أو التكييف عشان تحافظ على درجات الحرارة الخاصة بالخضروات والفاكهة اللي بتروح القصور الملكية. وبعد كده بننتقل للقاعة الأخيرة اللي هي قاعة الحصان، وفيها مجموعة من اللوحات الخاصة بتدريب الخيول، فيها السروج، فيها الأدوات اللي كان بيستخدمها الأمشجي والجروم واللي هم المسؤولين عن خدمة العربات. في لوحة مميزة جدا بالحجم الطبيعي لمحمد علي وهو راكب على الخيل، كان عملها له ابنه إبراهيم بعد مذبحة المماليك، وواضح فيها ان محمد علي راكب على الحصان ورافع رجله علامة الانتصار. الحصان رافع رجله الشمال، دي احد علامات انتصار في الحرب. وتحتها جميع مناطق مصر من الاهرامات للنيل لرشيد. ونلاقي في الصورة برضو من تحت كده ان في لون احمر اللي هو بيمثل مذبحة المماليك، فده بيدل على سيطرة محمد علي على الحدود المصرية من اولها لاخرها. وبكده بينتهي عرض لبعض القاعات واهم القطع الموجوده فيه. ونتمنى ان انتوا حضراتكم تشرفونا وتشوفوا الحاجه على الطبيعه، واهلا وسهلا بيكم. واحنا هننوه بس تنويه بسيط عن مواعيد العمل للمتحف. هي يوميا جميع الاعياد المتحف ما بيقفلش خالص الحمد لله. مواعيد العمل من الساعه 9 صباحا شباك التذاكر حتى الساعه 4:30. مرحبا بكم في متحفنا متحف المركبات الملكية. متحف المركبات الملكية الرابع على مستوى العالم بعد انجلترا وفرنسا والنمسا، متخصص في عرض المركبات الملكية في عصر الأسرة العلوية. طبعا المتحف فريد من نوعه، في مقتنيات كتير مختلفة، أولها طبعا القطعة الماستر بيس بتاعتنا وهي العربية القلاي الخصوصي اللي شاركت في احتفالات كتير خاصة بالأسرة العلوية والعيلة المالكة وفي مناسبات كتير قوي. احنا عندنا مقتنيات أخرى من مجوهرات خاصة بالأسرة الملكية وبعض الهدايا المهداة إلى الأسرة العلوية والملك فاروق والملك فؤاد، وبعض البورتريهات الخاصة بأفراد الأسرة العلوية. متحفنا مميز جدا،
بالمقتنيات اللي موجودة فيه. إدارة التربية المتحفية خلونا نتكلم عنها شوية، إن هي خاصة بالتواصل المجتمعي، وغيرت كتير من فكرة المتاحف على مستوى المتاحف ككل ومستوى متحفنا بشكل خاص. إدارة التربية المتحفية من أهدافها إن إحنا بنعمل ربط ما بين المجتمع المحيط بالمتحف وبكل فئات الشعب بمختلف طوائفه. طبعا في إدارة التربية المتحفية خاصة بالأسوياء، وفي عندنا بذوي الهمم كمان. الإدارة بتاعتنا بتعمل فعاليات خاصة بالمناسبات التاريخية والدينية والوطنية على مدار العام، زائد ان احنا برضو بنعمل كثير من ورش العمل. بنتواصل وعاملين حاجة اسمها ربط مناهج وبروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، ان احنا بنربط المواد الدراسية من دراسات اجتماعية وخلافه بالوحدات والنماذج الموجودة عندنا في العرض، بحيث ان ده من ناحية يساعد الطالب ان هو يستوعب المواد الدراسية بتاعته، وكمان يرسخ في أولادنا طبعا فكرة تاريخه عامل ازاي وأجداده كانوا قد ايه عظماء. ونحاول بقدر الإمكان احنا كفريق عمل هنا في المكان بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نزرع بعض القيم الجميلة ونرجع تاني للمجتمع الطبيعة بتاعت الشخصية المصرية، عن طريق ان احنا بنعمل كثير من ورش العمل الخاصة بيه تنمية مهارات أو توعية، وأيضا طبعا جانب الترفيهي. يعني على سبيل المثال لا الحصر، مثلا في عندنا احتفال باليوم العالمي للموسيقى، بندعم كثير من المواهب اللي موجودة في المدارس وموجودة حوالينا. اليوم العالمي للفنون، احتفال مثلا بعيد الثورة، بنحتفل أيضا بكثير من المناسبات الدينية، طبعا برأس السنة الهجرية، رأس السنة الميلادية، المولد النبوي، عيد ميلاد السيد المسيح. بنحتفل بكل المناسبات دي، بس بنبقى ده كله من خلال المعروضات الأثرية بتاعتنا. فبنعمل ربط ما بين المعروضات وبين الاحتفال بهذه المناسبات، سواء كانت تاريخية أو دينية أو وطنية. احنا متواجدين في قاعة المناسبات الملكية، احدى القاعات الرئيسية الموجودة بمتحف المركبات الملكية. بتعد اهميتها لانها بتحتوي على كثير من العربات اللي كانت بتستخدم في مناسبات مختلفة، اهمها العربة القلاي الخصوصي، والتي كانت هدية للخديوي اسماعيل من الامبراطورة اوجيني زوجة الامبراطور الفرنسي نابليون الثالث بمناسبة افتتاح قناة السويس عام 1869. هذه العربة ظل الخديوي إسماعيل يحتفظ بها كهدية ثمينة، واستخدمت في عصر الملك فؤاد الأول في افتتاح البرلمان، ثم تم تجديدها في عصر الملك فاروق الأول، واستخدمها في حفل زفافه على الملكة فريدة سنة 1938، وأيضا في افتتاح البرلمان عام 1942. تحتوي القاعة أيضا على عدد من العربات التي استخدمت في مناسبات مثل العربة اللندو الخصوصي، والتي كان يستقلها الملك في احتفالية محمل كسوة الكعبة، إلى جانب العربة الفيتون، والتي كانت تستخدم في الرحلات خاصة في زيارة الأهرامات، إلى جانب العربة التي كانت تستخدم في خدمة القصر الملكي. أيضا العربات التي تم استخدامها في السفر مثل العربة الكرفان والعربة التباسير، إلى جانب العربة أو الكاريتا الصغيرة التي كان بيتم تدريب الملك فاروق وهو صغير على ركوب الخيل.
بتحتوي القاعة على فاترينا للملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب الخديوية، بداية من ملابس السائق الذي كان يكون في مقدمة الركبة. أهم ما يميزه هو الساعة، وذلك لأن الراكبات الملكية كانت بتخرج بميعاد وبترجع بميعاد محدد لها. يليه ملابس القمشجي، وهو الشخص الذي كان يهرول ويجري بجوار العربة الملكية. مهمته كانت إفساح الطريق لعبور الركبة الملكية. كان يمسك في الصباح بعصا من الخيزران، وفي المساء شعلة للإنارة. بيليه ملابس الدليل، والدليل بيكون الشخص اللي بيكون في مقدمة الركبة، بنعتبره اللي هو البوصلة اللي كانت بتحدد الاتجاهات اللي بيسير عليها الركبة الملكية. بتحتوي أيضا الفاترينا على ملابس الاستافيا، وهم طقم الخدمة اللي كانوا بيقوموا على الخدمة داخل القصر الملكي أثناء الاحتفالات التي كانوا ينظمها القصر الملكي. بتحتوي القاعة على بورتريه للخديوي إسماعيل، بورتريه نصفي للخديوي إسماعيل، بيصور وهو مرتدي بدلة التشريفة بكافة النياشين والأوسمة، وعليه تاريخ 1290 هجرية. اسمي أشرف جوهر، مصري عايشين في القاهرة. احنا مقيمين برا مصر يعني، ودايما بنيجي في اجازة الصيف بنزور الاماكن السياحية والاماكن الجميلة في مصر يعني. زورنا اماكن كتير جدا طبعا يعني، زي الاهرامات، زي المتحف المصري الجديد والقديم، متحف الحضارات. اول مرة نيجي هنا متحف المركبات الملكية، صراحة مكان جميل جدا، اول مرة نيجي فيه. شفناه عن طريق عملنا سيرش على الانترنت في الاماكن اللي ممكن نقابلها نشوفها في القاهره، فاكتشفنا وجود المتحف ده. متحف صراحه رائع وجميل يعني، بيبرز يعني مدى قوه الحضاره المصريه في الفتره العلويه. شفنا العربيات الجميله جدا، وشفنا صور وحاجات رائعه يعني. انصح كل الناس ان هم يجوا يتفرجوا على المتحف ده، انه مكان كويس ممكن تقضي فيه وقت كويس تتفرج فيه على الحضاره المصريه. أنا نهى محفوظ، مصرية ومقيمة في الإمارات. عايزة أقول إنه إحنا عندنا أماكن كتير جدا تستحق الزيارة. كمان إنه الشخص يكون عايش برا البلد ده بيديله رغبة أشد إنه يحب يزور الأماكن الكتير يعني. في زي المتاحف والمساجد، بالإضافة طبعا للحاجات الفرعونية. وإحنا المحافظات عندنا كل محافظة كمان ليها طابع وليها أماكن تتشاف، وكمان المحافظات الساحلية اللي فيها البحر طبعا مشهورة غنية عن التعريف. النهاردة هنا احنا في المتحف المركبات الملكية، أنا أول مرة أزوره. بصراحة جميل جدا، ويعني أنا أنصح فعلا إن الناس تيجي تشوفه. الأجواء حلوة وفعلا بتنقلك للوقت اللي هم كانوا عايشين فيه. وتعالوا زوروا مصر. I am Marwan Gohar. This is mainly for the English listeners. This is the Royal Carriages Museum. You can come here to see the royal carriages of the time of King Farouk, right? Yeah, of King Farouk. It's the Egyptian king of the time. There's a wide array of things to see here, such as the paintings, the clothing worn by them, and obviously the carriages. ومن داخل متحف المركبات الملكية أحد أبرز المناطق السياحية في مصر، ومقصد لمحبي التاريخ والراغبين في رحلة مع الزمان، والتي تمر على تاريخ عريق، ووجهة لعشاق الآثار الإسلامية
وهواة فن التصوير الفوتوغرافي، ومدار يجتذب مختلف الفئات العمرية من الأطفال والكبار ومن أبناء البلد والوافدين والسائحين الذين استنشقوا فيه عبق التاريخ وعظمته وبهائه. كانت حلقتنا اليوم، وإلى لقاء جديد وحلقات جديدة وبرنامج آثار وحكايات.